السلام عليكم شباب، شلونكم؟ هاي الحلقة الثالثة من سلسلتنا اللي هي أساسيات الجرافيك ديزاين، اللي لكم إنه نبدأ وياكم من المستوى المبتدئ لحد ما نوصلكم المستوى الاحترافي اللي تقدرون تطلعون بتصاميم حلوة. طبعا حتى ليس ملل يعني بالدروس. الدرس الثالث راح نخليه تطبيقنا اليوم شلون نسوي مثل هاي الصورة من الصفر. مثل ما علمتكم تجي على فايل نيو، اختار لي حجم ألف بألف حتى تصير الصورة مربعة. الريزوليوشن خليه اليوم 72، بقي على 72. الكولر مود على RGB، لأن أنت حتنشره على النت، هذا ما مطبوع. لو مطبوع مثلا ملزمة كتاب على CMYK، بس أنت اليوم خليه RGB، وبعدين راح نشرح لكم أساسيات هذا تفاصيل هاي الأمور. خليه على RGB وسوي كرييت. تمام. تعالي للصورة اللي أنا أنفقها لكم، اسحبها بيدك، جيبها للفوتوشوب، خليها. تمام. هسه اضغط Alt وكبر تكبر من الوسط، واضغط وراها. اما تضغط على هذا الصح، اما تضغط الانتر اللي موجودة باليمنى بالكيبورد. هسه صارت عندك الصورة هيك. احنا اليوم شو مسوين بالصورة؟ ضايفين هذا الإطار ومخلين هنا هذا اللي جوا صار عليه جاوجن اللي هو الضبابية. فش راح نسوي؟ نجي على اليسار على الأدوات، نختار منها، نضغط كليك يمنا، نختار المربع اللي هو ريكتانجل تول. تمام. نضغط ضغطة واحدة كليك يسار، نختار الحجم 900 900. تمام. ونحدد هاي اللي هي فروم سنتر. حلو. طلع عندكم هذا المربع. هسه شو تسوي؟ ترجع لللاير مال الصورة الأصلي، نسخة. شلون تنسخه؟ علمتكم بالدرس ذاك، الدرس الثاني. كنترول أو جي، أو تاخذه بيدك تسحبه هنا. هسه اللاير هذا اللي نسخته الكوبي، صعد لي فوق الركتانجل اللي أنشأناه. تمام. واضغط كنترول ألت حرف جي، أو تضغط على اللاير بالكليك اليمنى وتقول له create clipping mask. راح يطلع لك هذا السهم اللي هنا اللي يشير لللاير الجوال اللي هو ريكتانجل. هسه ترجع لللاير ماله ريكتانجل. تمام. مربع اللي أنشأته، طوع فوق وأنت مختار أداة ريكتانجل. طوع فوق تلقى الفيل لون أسود، يعني اللون مال المربع أسود. هنا الإطار اختار اللون الأبيض. تمام. راح يطلع لك إطار هذا اللون، هذا الشكل. فأنت شو تسوي؟ قلل السمك مالته، وهنا أنا اختار متقطع، الخط المتقطع، وقلل السمك لحد ما يوصل اللي انت تريده. حلو. هسه اريدك شو تسوي؟ ارجع لي لللاير الاول، مال الصور، يعني اللاير اللي قبل النسخ. شو تسوي؟ تروح على الادجستمنت، هذا الشكل، تروح عليه، تروح على الليفلز. راح تفتح لك هاي القائمة. أنا خل أفتح القائمة مال الدروس اللي سويتها لكم. افتح لك هاي القائمة. سوي واحد جديد، دوس على، تروح على الليفلز، افتح لك هاي القائمة هنا. تسوي تجي من هنا، هاي اللي بالنص تاخذها على اليمين، تقلل السطوع.
وتجي إلى brightness كذلك شوية تقلل. همين من الادجستمنت تروح على البرايتنس وتفتح لك واحدة وتقلل من تسوي بالاعدادات لحد ما تقلل السطوع. زين. هسه سؤال، يعني انت راح تشوف انه احنا بهاي الصورة الاطراف شلون متساوية، اما باللي دا نسويها الاطراف هاي من هنا اكبر من اللي جوا. شو تسوي؟ تجي تحدد على اللاير كوبي، تحدد على ريكتانجل، وتحدد على الباك جراوند المقفول. تضغط كنترول، تضغط انت هنا اذا تجي تحدد على لاير يروح عليه، بس انت اذا تختار لاير وتدوس كنترول تبقى ضاغط على الكنترول وتضغط هنا راح يحدده. تنزل جوا تضغط، يعني تبقى ضاغط الكنترول، انت الكنترول متى تبقى ضاغط الكنترول تحدد الباك جراوند. تروح على اداة الموف تول، تمام، راح تطلع لك هنا خيارات المحاذاة. تضغط على هذا أول واحد حتى يحاذي لك من الأطراف منه اللي هي بالوسط. تجي على هذا همين تختاره، حاذا لك هذني اللايرين، لاير المربع اللي هو هاي الحدود الخطوط، والصورة اللي وياه حاذا لك إياهن بالنص هنا. تمام. هسه ترجع على اللاير الأصلي، ترجع على اللاير الأصلي، روح على فلتر، روح على على كاوجن بلو هي الضبابية. بعد ما سوي يعني تختار اللي تريده، تضغط اوكي. انا شارككم شنو فائدة هذا السهم اللي هنا. هذا شنو فائدته؟ انا اليوم اذا اشيل الكليبينج ماسك راح كل شيء، راح الحد، بينما انا اذا اخفي انا اكو جوا مسوي هذا الحد الاطار، ارجع اسوي كليبينج ماسك ارجع الصورة تدخل بالاطار. اذا فائدة هذا السهم انه اني هذا اللاير الفوق يصير تابع لللاير الجوا، اما اذا دخل لاير بيناتهن، يعني هسه هذا اللاير هذا هنا تحت لاير جديد اجى دخل بين هذني، راح كذلك يصير تابع إله. اذا لغيت اللاير الجوا ان يكون تابع لللاير هذا الريكتانجل كلهن حيدلغن لحد ما ارجع اضبطهن انا بنفسي. نحذف اللاير الجديد، نرجع نسوي كليبينج ماسك، نرجع الوضعية كما كانت. هسه شو نسوي؟ وهنا لون اسود، مثل لون اسود انا بخلي. شلون تخلي هذا؟ هذا اللايرات اللي هنا دائما شوف، دائما رتب شغلك. اللايرات اللي هنا انت بعد ما الك حاجة بيهن ما تحتاجهن، تمام. هذني تجمعهن، تحددهن تجمعهن بملف تسميه مثلا الصور او هذني سويهن مثلا بيكي باك جراوند. هسه تجي شو تسوي؟ تاخذ هاي الأداة Gradient Tool، تجي تدخل هنا أو تجي من قائمة الألوان تخلي اللون اللي فوق أسود، تجي من قائمة Gradient Tool تاخذ هذا الجريدينت اللي هو يكون من فوق أسود ومنه PNG مربعات مفرغ. بعد ما اختاريته تفتح لاير جديد وتجي جوا الصورة، تضغط شيفت حتى يكون الخط عدل، تضغط شيفت وتصعد شوي اللي فوق، شوي تصعد زيادة،
أو تضغط كنترول زد كنترول زد كنترول زد حتى تراجع خطوة وتاخذ مثلا للنص. هسه انت هنا صار عندك تمام. زين، راح تقول لي أنا الإطار اللي سويته تأثر اللون صار جوا الأسود. هنا شو تسوي؟ ترجع للبيكتشر، تاخذ نسخة من الإطار، تاخذها كنترول جي، تصعدها لفوق. تمام. شوف الكليبينج ماسك مال هذا، راح ترجع تسوي له كليبينج ماسك، ترجع تسد الفولدر، ترجع للنسخة اللي أخذتها، أداة الريكتانجل، مجرد الفيل وآخره. فيل هذا اللون وآخره، تخلي بس إطار. هسه هنا الإطار صار لاير، الإطار صار فوق الجريدينت. تجي لأداة الكتابة، تختارها، تختار الخط اللي أنا راح أخلي لكم إياه، خط نور، اكتب، افتح لاير جديد أو بدون ما تفتح لاير جديد مع لأن هو الكتابة هي تفتح لك لاير جديد. تضغط على الكتابة، تختار الحجم اللي تريده، مثلا 72، أو هنا إذا شفت 72 أكبر شيء فأنت تقدر تخلي الرقم اللي تريده هنا، أو بالسكرول مال الماوس، أو بالسهم فوق كبر تصغر. أنا راح أكبر شوية، نكتب دبي ونختار خط، هو خط نور. نجي للسمك مالته، نختار البلوت، ونجي نغير اللون من فوق، نسوي أبيض شوية، نكبر بعد ونخليه بالوسط. نقدر نخليه بالوسط بإيدنا، ونقدر يعني هسه مثلا لو كان هنا أنا أريد أخليه بالوسط، أحدده، أحدد الباك جراوند، ومثل ما علمتكم قبل شوية شوفوا وسطناه، ونقدر ننزله لي جوا. سنجي شوية نصعد. شوفوا أعلمكم على شغلة، إنه لما تبقى ضاغط الشيفت، لما تضغط الشيفت وتنقل عنصر ينقله بخط عدل، ما يروح لا يمنى ولا يسار. تبغي هسه شلون نكتب $299 اللي هتكون خلف البرج؟ شلون صاير خلف البرج؟ راح أعلمكم. هسه أنت بعد ما كملت هذا كله شو تسوي؟ تروح على البيكتشر الأصلية، تمام؟ حدد لاير هاي الصورة المربعة، تمام؟ تجي على select، القائمة فوق select، تجي هنا subject. بعد ما حددت السبجكت، أو قبلها، قبل ما تحدد السبجكت، أنت تجي تكتب $299. زين، راح تقول لي ليش $1 صايرة منها؟ يعني الكتاب صايرة مخربطة، أنا خليت مسافة وكتبت $، يعني ليش غير المفروض علامة $، تصير على اليمنى منه؟ راح أقول لك الموضوع سهل. تجي قائمة ويندو، تدور على شيء اسمه باراجراف، هو هذا. إن فتحت الباراجراف، تعال خلي لي المحاذاة أو الخط يبدأ من اليسار روح لليمنى، وأغلق القائمة. هسه اختار الخط اللي تريده، الخط الإنجليزي اللي تريده، وكبر الحجم اللي يناسبك. مثلا أريده هيك هنا، بس تكون هذا يعني اللي البرج صاير يمها تكون خلفه، يعني يكون البرج هو اللي قدام. هسه بعد ما كتبت ترجع للبيكتشر، حدد عليها، روح على select، تمام؟ تجي على subject، راح يحدد لك البرج، حدد لك هنا البرج. هسه تغلق هذا الملف بعد ما تحتاجه، ترجع على لاير الكتابة 299، تجي هنا شو تدوس على هذا المربع البيداء اللي هو ماسك،
تمام. تضغط ضغطة واحدة تشوف الكتابة اختفت، صارت بالعكس، الموجود داخل التحديد بقى، في خارج التحديد طلع برا. فش تسوي؟ طلع لك هذا المربع باللاير مال الكتابة، حدد عليه ضغطة واحدة. شوفوا صار هسه أنا هنا محدد على الكتابة، هنا على الماسك ويا الكتابة. تضغط كنترول تبقى ضاغطها وحرف آي، صارت عندك هاي ورا الكتابة. هسه عندنا اكو انا ضايف بالصورة مثل الدخان صاير جوا، راح نضيف لكم اياه قاعدة فوق يأثر على كل اللايرات الموجودة. وكبر حجمه شوية، تعال لي منها من البلند مود، اختار مالتبلاي، اختار السكرين. السكرين يوخر الشغلات الغامقة والسوداء، يبقي بس الأشياء البارزة. تمام. إذا تريد ما يأثر على الكتابة نزله تحت اللير مع الكتابة. زين، هنا أنا ضايف هنا مثل الملمس. شوفوا هاي الخطوط، هاي شلون أضيفها. تصعد فوق وتضغط هنا على adjustment، تجي هنا pattern، حدد عليها، دور بالباترنات راح تلقى هذا الباترن عندك، وأنا همين راح أخليكم إياه بالوصف، وتضغط اوكي. زين، موسى هاي شلون الحدود البيض، يعني شلون اللون الابيض اوخره باقي بس اللون الاسود. سهله، تجيني من البلند مود، اختار المولتبلاي. شوف السكرين هنا علمتكم، سكرين يوخر الشغلات السوداء يبقي البيضة، اما المولتبلاي عكس، يوخر الشغلات البيضة يبقي الشغلات السوداء. زين، انت هنا لازم شوي تقلل الاوبازيتي مالته، قلله وعاشت ايدي. طبعا هاي كلها دروس، يعني هاي فالشغلات ابتدائية، انتو مو هذا مستواكم، انت راح تتعلم مستويات اعلى، بس بالبداية لازم تتدرب على هاي الشغلات البسيطة. شوف انت اليوم من خلال التطبيق هذا انت تتعرف على الادوات، دائما يعني لا تستعجل على رزقك، يجيك الشغل القوي، تجيك التصاميم القوية، بس بالتدريج. يعني احنا بعدنا حاليا ثالث درس، وسلامتكم، وأتمنى تدعمون السلسلة.